هذا ما شاء الله اللكسس الاكس 600 موديل 2023 فئة الاف سبورت. في البداية انارات السيارة الامامية فل ال دي مع عدد 4 حساسات امامية. هذه ما شاء الله السيارة من الجنب. طبعا السيارة تجيب اشارات بالمراية، مرايات مطعمة كروم. الاف سبورت على مقابض على الرفارف زي ما انتم شايفين. كذلك عندنا في الاسفل تطعيمات الكروم، مقابض الابواب مطعمة كروم وحنايا عفش. هذه ما شاء الله السيارة من الخلف. طبعا انارات السيارة الخلفية فل ال دي، وتجي كذلك بعدد كشافين ضباب خلفيات مع عدد 4 حساسات خلفية وجناح خلفي للسيارة زي ما انتم شايفين. طبعا الشنطة الخلفية للسيارة بحركة كهربائية. طبعا زي ما انتم شايفين هذه ما شاء الله الشنطة الخلفية للسيارة بحركة كهربائية زي ما ذكرنا لكم. عندنا هذه مساحة الشنطة الخلفية للسيارة، موجود كذلك ستائر خلفية، زر الإغلاق. ما شاء الله تبارك الرحمن. كلة البنزين يمشيك 10 كيلو فاصلة 2. تقييم السيارة سيء، بنزين 95. هذه ما شاء الله السيارة من الخلف. عندنا ستائر يدوية للزجاج الخلفي ما شاء الله. طبعا الداخلية باللون الأحمر مع الأسود. عندنا التحكم بالتكييف الخلفي مستقل عن التكييف الأمامي، مستقل للجهة اليسار عن الجهة اليمين، وفي تبريد وتسخين المقاعد الخلفية، وهذه من الميزات الجميلة. طبعا انارات السقف ال دي، فتحة سقف موجودة في السيارة، كذلك موجود تكاية خلفية ما شاء الله تبارك الرحمن. ننتقل السيارة من الأمام. طبعا للعلم أبواب السيارة شفت زي ما انتم شايفين من الألوان الجميلة. هذا على اللكسس اللون الزيتي. طبعا ما شاء الله الكراسي الأمامية بحركة كهربائية. بسم الله ما شاء الله. نلاحظ الاف سبورت على طارة السيارة. عندنا القزاز كامل كهربائي، سنترك القزاز، سنترك الأبواب، تحكم المراية الجانبية كهربائي، فيها الصفط الأوتوماتيكي، جير F1 خلف المقود، تحكم بلوتوث صوتيات. السيارة فيها رادار، تنبيه خروج على المسار، تنبيه قبل الصدام، ومثبت سرعة، شاشة ملاحة وشاشة معلومات، والتحكم بالتكييف. طبعا السيارة فيها تبريد وتسخين، كذلك المقاعد الأمامية، جرند كهربائي، مواضيع الأوتو هولد، دوفلوك، تراكشن، وكذلك هيدروليك في السيارة، شاحن لاسلكي. كذلك عندنا ما شاء الله الكاميرا الخلفية اللي موجودة في الزجاج الخلفي، بحيث ننزلها كذا يطلع لك كاميرا عادية وكذا كاميرا خلفية ما شاء الله تبارك الرحمن. إنارات السقف زي ما ذكرنا لكم ال دي وبيت للنظارة. ما شاء الله السيارة كذلك فيها شماسة مع مراية ال دي. ما شاء الله مواصفات السيارة جميلة جدا. طبعا السيارة موجودة في الرياض، معرض القادسية، شركة معرض الصقر للسيارات.